السلام عليكم. المدرب الأسباني جوارديولا يفاجئ المنتخب المغربي بعد الانتصار التاريخي على أسبانيا وتأهله إلى دور الثمانية، ويتغنى بهذا اللاعب. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ عطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بعد الانتصار التاريخي للمنتخب المغربي على المنتخب الأسباني في دور 16 من كأس العالم، والتي انتهت لصالح المنتخب المغربي ب3 أهداف بضربات الجزاء، ليضرب موعدا مع المنتخب البرتغالي في دور الثمانية. فقد صرح المدرب الأسباني بيب جوارديولا وأدلى بتصريحات نقلتها الإذاعة الأسبانية، وقال: خيبة أمل كبيرة بسبب خروج المنتخب الأسباني من المونديال بعد إقصائه من المنتخب المغربي الذي أراه من أقوى منتخبات البطولة، والذي قدم مستويات رائعة وفاز على المنتخب البلجيكي المصنف الثاني في الفيفا، وأيضا تعادل مع وصيف العالم منتخب كرواتيا. واليوم يقصى المنتخب الأسباني بهزيمة مذلة سيتذكرها التاريخ جيدا، فالمغرب تستحق هذا التأهل بكل جدارة واستحقاق، فهو الحصان الأسود في هذه البطولة. وأعتقد مباراته مع المنتخب البرتغالي لن تكون سهلة على رفقاء كريستيانو رونالدو، لأن المنتخب المغربي لديه قوة بدنية هائلة، وشاهدناها جميعا أمام المنتخب الأسباني. وأرفع القبعة للحارس ياسين بونو الذي فعل معجزة في هذه المباراة بالتصدي لجميع ركلات الترجيح، فالحارس هو نصف الفريق. فالمغرب مزقت قلوب الأسبان في هذه المباراة، وأنهت على الحلم الذي كان يعيشه الشعب الأسباني بالتتويج بالمونديال. وفي النهاية ادعوا معي للمنتخب المغربي. اللهم انصر المنتخب المغربي على المنتخب البرتغالي. اللهم اجعل مرمى المنتخب البرتغالي مليئة بالأهداف المغربية. اللهم اجعل مرمى المنتخب المغربي سدا منيعا ضد رفقاء كريستيانو رونالدو. اللهم انصر المسلمين والعرب والأمازيغ في هذه البطولة. اللهم آمين يا رب العالمين. وفي النهاية لو أنت محب للمنتخب المغربي اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسى الاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.